ليش بنضل نحن للماضي؟ وليش دائما بنحس إنه الماضي أحلى؟ حكاية حبنا لأيام زمان. مين منا ما مرت عليه لحظة هيك وصفن فيها وقال إيه يا ريت الأيام ترجع لورا، لك يا أخي أيام زمان كانت غير. بس ليش يا ترى؟ ليش بنحس الماضي دائما أحلى؟ أولا الماضي مو أحلى، نحنا يلي عم نختار الأحلى، بس ذاكرتنا بتشتغل بطريقة غريبة شوي، بتخبي اللحظة الحلوة وبتنسى الأوقات الصعبة. مثلا لما بتقعد هيك بتتذكر عطلة الصيف، بتتذكر كيف كنت تلعب وتضحك، بس بتنسى لحظة ما وقعت وانكسرت ايدك مثلا، أو لما كان في خلافات بينك وبين أهلك. يا جماعة الخير، ذاكرتنا مثل المصور الشاطر، بياخد بس اللقطات الحلوة وبتطلع الصورة كاملة مكملة كأنها لوحة فنية. وتاني شي، أيام الطفولة كان كل شي بسيط، كيف كنا أطفال وما كان عنا مسؤوليات أو هموم كبيرة. زمان كنا نفرح بشغلات بسيطة مثل لعبة الكروت أو لعبة الدحاحل والركض بالحارة وإلى آخره، أو حتى تجمع العيلة كل يوم جمعة. البساطة هي اللي خلت أيامنا حلوة، مو الأيام بحد ذاتها. وثالث شي، الماضي هو الملاذ من هموم الزمان. الماضي صار مثل مهرب من ضغوطات الحياة الحالية والتكنولوجيا والسرعة اللي عايشين فيها، اللي عم نركض وما عم نلحق، والمسؤوليات الكبيرة. وكل ما بنحس بتعب أو ضغط بنلجأ للماضي كأنه شي قديم ومريح بنحس فيه بالأمان. الحنين للماضي يا جماعة شي طبيعي وحلو، بس الأهم إنه ما يمنعنا نعيش الحاضر. الحياة ما توقفت عند أيام زمان، خلونا نعيش كل لحظة بحلاوتها، وزمان وهلأ، لأن الحاضر كمان رح يصير ماضي بيوم من الأيام. وهلأ خبرونا شو أكتر شي بتحنوله من الماضي، وشو أحلى شي عم تعيشوا بهالأيام، ولا تنسوا الاشتراك والمتابعة. باي.